اكتر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ماشي واحده واحده واحده، ومره واحده طلع بعدد كبير من مرات الظهور والاقتراحات بشكل اكبر. ده والله انا نسيت الموضوع الفيديو عن ايه لان انا مش محضر فيديو. صدقوني انا حابب بجرب معاكم، بقول لكم التجارب بتاعتي، انا نجحت ازاي او ازاي بنجح ان شاء الله وانتوا كمان تنجحوا معايا. يعني انا نسيت انا بتكلم عن ايه النهارده، وبكل فخر هقول لحضرتك ازاي توصل بفيديو واحد في اقل من 48 ساعة. النهاردة اهو او تاريخ نشر الفيديو 5/1/2023 وانا بسجل الحلقة اهي 7/1/2023. يعني في اقل من 48 ساعة قدرت اوصل للنتائج دي. 7000 مشاهدة، 550 ساعة، 421 مشترك في 48 ساعة. ده هيكون موضوع حلقة النهاردة. هقولك ازاي تخلي الفيديو بتاعك ينجح بالشكل الكبير ده. فتابعوا معايا للفيديو للاخر عشان تستفادوا، واوعى تسيب دقيقة من الفيديو عشان هتكون انت الخسران. يلا بينا، وان شاء الله بعد الحلقة دي هتعرف ازاي تقدر توصل فيديوهاتك للرقم اللي انتوا شايفينه ده. وخلي بالك الرقم ده مش اعلانات، ادي مصادر الزيارات، ميزات التصفح، بحث يوتيوب، ميزات يوتيوب الاخرى، صفحات القناة. ميزات التصفح اللي هو اقتراح الفيديو في الصفحة الرئيسية لليوتيوب. فيلا بينا، وانت كمان ان شاء الله الفيديو بتاعك هينجح بالشكل ده. عايز اقول لك ان الفيديو اللي انا صورته كان وصل 7000 مشاهدة، وصل حاليا للاحصائيات اللي انت شايفها دي 151 الف مشاهدة و10000 ساعة مشاهدة و7000 مشترك، واخر 48 ساعة جايب 11000 مشاهدة، ودي مصادر الزيارات. بص يا شباب، واحدة واحدة كده ونركز مع بعض. الموضوع مش سحر، يعني انا ما عملتش كده الفيديو نجح، لا، في تخطيط وفي ترتيب وفي حاجات كتيرة لازم تعملها عشان الفيديو بتاعك ينجح بالشكل ده، طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجة لازم تحطها في اعتبارك وهي جودة المحتوى. قبل اي حاجة اقولها، جودة المحتوى. لازم المحتوى بتاعك يكون جيد، فحاول على قد ما تقدر تحسن من صورة الفيديو، تحسن من الصوت، علشان لما المشاهد يدخل على الفيديو ويوصل الفيديو يسمعك كويس ويشوف المحتوى اللي انت بتقدمه بشكل كويس. دي اهم حاجة واول حاجة لازم نتكلم عليها. كل ما كان محتواك كويس كل ما كان الفيديو بتاعك هينجح. نتكلم بقى مع بعض كده عن احصائيات الفيديو ده. الفيديو ده ظهر 36,000 مرة. نسبة النقر إلى الظهور، عشان في ناس كتير اتريقت على الموضوع ده لما شاركت صورة على المنتدى وقلت لحضراتكم اللي عنده نسبة نقر زينا نقول له يا عمنا، وقالوا لي معنى نسبة النقر عالية يعني مشاهدات الفيديو ضعيفة، يعني معدل الظهور للفيديو أو مرات ظهور الفيديو ضعيفة. وادي إثبات ورد عليهم. الفيديو ظهر 36,000 مرة في 48 ساعة بس. 5-1 اهو يا جماعة و7-1، 36,000 مرة. نسبة النقر إلى الظهور 15.6%. عدد المشاهدات وده في ازديادة. الفيديو على فكرة ما شاء الله وأنا بكلمك دلوقتي المشاهدات بتزيد، وصلت عدد المشاهدات ل7100 مشاهدة ومازال في ازدياد. التفاعل على الفيديو زي ما قلت لكم زي ما انتم شايفين 550 ساعة في اقل من 48 ساعة، ومتوسط مدة المشاهدة 4 دقايق و40 ثانية، والفيديو عبارة عن 14 دقيقة او 13 دقيقة ونص. فالنسبة كويسة جدا جدا زي ما انتم شايفين. نعمل كده ريفرش ونشوف مع بعض الاحصائيات هتزيد ولا لا. زي ما انتم شايفين كلمتين قلتهم لحضراتكم، الفيديو زاد ساعتين. يعني وانا بكلم حضراتكم الفيديو ما شاء الله مازال في اقتراحات اليوتيوب ومازال بيتم عرضه على المنصة. لو رجعنا كده النظرة عامة اهو يا شباب، نعمل كده فريش تاني بقى 553 ساعة. يعني كل دقيقة الفيديو بيتشاف وبيوصل لرقم كبير. ازاي بقى؟ عشان ما اطولش عليكم قدرت اوصل للرقم ده بالاحصائيات دي في خلال 48 ساعة بس. زي ما قلت لكم هي جودة المحتوى دي اول حاجة. تاني حاجة يا شباب ندوس كده على صفحة التفاصيل وندخل على الفيديو ونشوف الفيديو متكون من ايه. اولا انا حابب اشغل الفيديو عشان تشوفوا حاجة مهمة جدا. هو ده الفيديو اهو، الفيديو شغال. اسمعوا معايا كده، انا هسكت وحضراتكم اسمعوا معايا اول كام ثانية. لو ما سمعتوش الصوت كويس حاولوا تشوفوه في الوصف اهو. صدقوني من خلال الفيديو ده اللي انا مش محضر فيه ولا كلمة، والله ما محضر فيه ولا كلمة، تقدر تدخل في الشهر $1000. انت حاليا بنسبة كبيرة هتقول يا ابو ملك انت بتبالغ، الكلام اللي انت هتقوله في حلقة النهاردة الكلام ده مبالغ فيه، ولكن اقسم بالله اللي انا هقوله في حلقة النهاردة هي حاجة جت في دماغي وانا بشتغل عادي، وكتبت الفكرة بتاعتها وقلت انا لازم اعملها فيديو واصورها لحضراتكم. طيب عشان ما اطولش عليكم
ايه اللي انتوا لاحظتوه في الدقيقه اللي انتوا شفتوها دول او في ال40 ثانيه دول؟ قدرت ان انا اخلي المشاهد يتفرج. يمكن معظم حضراتكم دلوقتي حابب يكمل الفيديو ويشوف ايه اللي ممكن يعمله علشان يكسب $1000 في الشهر، والثقه اللي انا بتكلم بيها والاداء اللي انا بتكلم بيه قدرت اخلي المشاهد يفضل جوه الفيديو يتفرج عليه. والحمد لله احنا مش بنكذب، يعني الفيديو ده الحمد لله فعلا تقدر تكسب منه $1250 او $1000، واللي حابب يطبق يتفرج بنفسه ويشوف. فانا جذبت انتباه المشاهد، خليته معايا في الفيديو عشان يكمل الفيديو، بقى متحمس يعرف المعلومات اللي فاضله في الفيديو علشان يعرف ازاي هيكسب $1000، ازاي هيطبق الشرح عشان يوصل للنتائج اللي هو شافها في الفيديو. ده اللي احنا بنتكلم عليه، اجتذاب المشاهد والاحتفاظ بيه داخل الفيديو اكبر قدر ممكن. دي تاني حاجة اتكلمنا فيها. لو بصينا على الفيديو، طبعا انا مش بشكر في نفسي، ولكن دي حاجة اللي انا قدرت اوصل لها. جودة الصورة، جودة الصوت، قدرت اخلي المشاهد يبقى شايف صورة كويسة، سامع صوت كويس، فبالتالي هو مش منزعج من الصورة، مش منزعج من الصوت، هيقتله الوضع ان هو يكمل الفيديو للاخر او لاكبر قدر ممكن. دي تاني حاجة. طيب نبص كده على عنوان الفيديو، ربح $1250 من شات جي بي تي واحصل على وظيفة دائمة. هنا العنوان فيه حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى وهي الكلمة المفتاحية. الكلمة المفتاحية وهي الربح من الانترنت 2023، وكلمة الربح دي نفسها كلمة مفتاحية. شات جي بي تي ده بقى التركاية بتاعة الفيديو اللي أنا لعبت عليها واللي بصور من الفيديو ده جزء تاني، وهي الترند. الفيديو ده أو الموضوع ده شات جي بي تي هو موضوع ترند الذكاء الاصطناعي، موقع شات جي بي تي اللي تقدر تكسب منه فلوس او اللي تقدر تاخد منه اي معلومه، كتابه مقالات وترجمه وسكريبتات وكل حاجه. يمكن الفيديو ده انا بصوره دلوقتي لحضراتكم في قناه اليوتيوب، يمكن قبل الفيديو ده او بعديه، يعني لسه مش عارف ايه اللي هينزل الاول. اتكلمت معاكم عن شات جي بي تي وازاي تقدر تستخدمه في انشاء محتوى كويس على اليوتيوب. يعني بتكلم في الترند، جمعت اكتر من حاجه جوه الفيديو، ترند، جودة محتوى، وصوت، جذب انتباه المشاهد في أول كام ثانية من الفيديو، عنوان يجذب الانتباه، وكلمة مفتاحية موجودة في العنوان. كذلك وصف الفيديو. وصف الفيديو كتبت فيه كلمات مفتاحية بتظهر في أول سطرين في محرك البحث علشان المشاهد عينه بتيجي عليه. فكرة رائعة للربح من الانترنت والحصول على وظيفة دائمة على الانترنت مع شات جي بي تي، انك تقدر تحصل على وظيفة مع شات جي بي تي. فكل الكلام ده عبارة عن كلمات مفتاحية وكلمات تجذب الانتباه، وكمان بتفهم خوارزميات اليوتيوب موضوع الفيديو. لو نزلنا تحت كده يا شباب عند الكلمات المفتاحية زي ما حضراتكم شايفين هنا، قدرت اعمل فحص للكلمات المفتاحية واكتب الكلمات المفتاحية اللي عليها بحث واللي سعرها غالي عشان ازود ارباحي. يعني مثلا كلمة الربح من الانترنت انت لو كتبتها في محرك البحث هتظهر لك نتيجة رابعة. الكلمة دي صعب جدا جدا انك تنافس عليها. الربح من شات جي بي تي ده حاجة ترند، فكون انك تظهر في حاجة ترند في نتائج البحث في رقم 3، فانت عملت اعجاز من اعجازات اليوتيوب انك تظهر وتنافس على كلمة مفتاحية بالشكل ده. ربح من الانترنت من اصعب الكلمات اللي ممكن تنافس عليها في اليوتيوب، وقدرت تظهر فيها في نتائج البحث الاولى. طيب هل الكلمة المفتاحية هي اللي خلتني اظهر في نتائج البحث؟ لا، الكلمة المفتاحية هي وسيلة لايصال الفيديو للمشاهد، اما بقاء المشاهد جوه الفيديو ورضائه عن الفيديو هو جودة المحتوى. يعني انا من خلال العنوان ومن خلال الوصف ومن خلال الكلمات المفتاحية ومن خلال الصورة المصغرة، يعني لو بصينا كمان على الصورة المصغرة هنلاقي الصورة المصغرة متوفر فيها كل العوامل اللي احنا قلنا عليها. الكلام واضح وصريح، كلمتين صغيرين ما كتبتش فيهم اي حاجه، $1250 في 25 يوم، وصوره من اثبات الربح، وصوره ليك تلفت الانتباه، فقدرت تخلي المشاهد يدخل على الفيديو. فكده انت قدرت توصل المشاهد للفيديو بالعنوان والصوره والوصف والكلمات المفتاحيه. اما نجاح الفيديو والاحتفاظ بالجمهور، وان الفيديو يوصل للنسبه دي من الاحتفاظ بالجمهور 4 دقائق و39 ثانيه او 40 ثانيه في فيديو 14 دقيقه، ده رقم كبير جدا على فكره، مش رقم قليل جدا، خصوصا في المحتوى التعليمي، خصوصا في المحتوى التعليمي، ما بين 5 دقايق و4 دقايق ونص، ولسه الفيديو في البدايه، يعني لسه الفيديو ما بقالوش يومين، ما عداش عليه 48 ساعه. ازاي بقى قدرت تعمل ده؟ ده من خلال جوده المحتوى وجذب انتباه المشاهد في اول 2-3. اول ما دخلت على الفيديو قلت لك ايه، تعالى انا هعرفك ازاي من خلال الفيديو ده اللي انا مش محضر فيه اي كلمه، ودي كانت حقيقه فعلا، زي ما انا مش محضر اي كلمه في اللي انا بقوله، والله ما في كلمه من اللي انا بقولها دي مكتوبه هنا اهو، ملوش اي علاقه باللي انا بقوله، مش محضر ولا كلمه. ان انت تقدر تكسب في الشهر $1000. والموضوع مش على الفيديو ده بس، يعني عايز اوريكم كمان حاجه. ده الفيديو اللي نزل امبارح على قناه اليوتيوب، اللي نزل على قناه اليوتيوب، نزل بتاريخ 6/1،
يعني امبارح ما شاء الله برضو حقق نجاح كويس على مستوى القناه، قدرت اوصل بيه ل 60 ساعه مشاهده في خلال 24 ساعه و838 مشاهده. لو دخلنا كده على مستوى الوصول هنلاقي نسبه النقر الى الظهور 6.6% وارتفعت، يعني بص بقت 9، يعني خلال اليوم ما شاء الله بدات تزيد نسبه النقر الى الظهور، وان انا اتوقع ان شاء الله الفيديو ده برضو هينجح بس محتاج وقت. وظهر 7000 مره. لو دخلنا كده على التفاعل بصوا نسبه الاحتفاظ بالجمهور قد ايه، 4 دقائق و17 ثانيه في فيديو 14 دقيقه، نفس المده تقريبا. وادي معدل او وقت المشاهده، وادي الجمهور. طبعا لسه الاحصائيات مش كامله لان لسه الفيديو نازل امبارح. طيب لو بصينا برضو على الفيديو ده، يمكن كتير من حضراتكم شافوا وفتحنا كده الفيديو مع بعض، هنشوف اول ثانيتين 3 انا قلت ايه في الفيديو. اول ثانيتين 3، مش هقول لك 5 6 ثواني ولا 10 ثواني، بص اول ثانيتين. هنصغر كده، قصدي نرجع كده ونعلي الصوت عشان تسمعوه معايا. بصوا كده اسمعوا. هنشرح مع بعض ايه اللي انا عملته عشان اقدر اوصل وارفع مستوى الارباح كده ما بين 3 دولار و4 دولار و5 دولار و6 دولار، انها توصل لحد 8 و9 و11 و21 و27. الفيديو لو انت عندك قناه على اليوتيوب وعايز تزود ارباحك ولقيت فيديو في اول 3 4 ثواني بيقول لك الكلمتين دول، مش هتكمل الفيديو؟ هتكمله وهتتفرج عليه وللاخر كمان. يبقى انت هنا نجحت في الاحتفاظ بالمشاهد داخل الفيديو، حافظت عليه جوه الفيديو بتاعك، قدرت تاخد منه اطول وقت ممكن علشان اليوتيوب يعتقد ان الفيديو ده فعلا بيقدم قيمة للمشاهد وبيحافظ على بقاء المشاهد جوه المنصة. فبالتالي اليوتيوب بدأ يقترح الفيديو. المصادر بتاعت الفيديو ده زي ما قلت لكم ميزات التصفح. طيب الفيديو ده لو دخلنا كده على مصادر الظهور او مصادر الزيارات، ميزات التصفح هو بحث اليوتيوب. ميزات التصفح هو اقتراح الفيديو في الصفحة الرئيسية، اهو الزيارات الصادرة من الصفحة الرئيسية او شاشة رئيسية وخلاصة الاشتراكات وميزات التصفح الاخرى. يعني الفيديو ظهر قدام المشاهدين او قدام المشتركين في قناتك وقدام غير المشتركين اللي مهتمين بنفس المحتوى، فبالتالي بدأ يظهر بشكل كبير. وكل ما المشاهدين يدخلوا على الفيديو وكل ما يشوفوا الفيديو لفترة اطول، كل ما اليوتيوب هيقترحوا اكتر واكتر واكتر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ماشي واحدة واحدة واحدة، ومرة واحدة طلع بعدد كبير من مرات الظهور والاقتراحات بشكل اكبر. ده والله انا نسيت الموضوع الفيديو عن ايه لان انا مش محضر فيديو، صدقوني انا حابب بجرب معاكم، بقول لكم التجارب بتاعتي انا نجحت ازاي او ازاي بنجح ان شاء الله وانتوا كمان تنجحوا معايا. يعني انا نسيت انا بتكلم عن ايه. احنا بنتكلم النهارده عن الحصول على 4000 ساعة اعتقد، او زيادة المشاهدات والاقتراحات في اليوتيوب. ده ان شاء الله هيكون موضوع الحلقة. لا انا افتكرت احنا كنا بنتكلم في اول الفيديو ان انا مش محضر لا عنوان ولا صورة مصغرة، وده اللي ادى للمشكله اللي احنا فيها حاليا. عشان كده بقول لكم لما نيجي نعمل فيديو نكتب عنوان ونكتب صوره مصغره الاول، يبقى احنا عارفين هنتكلم عن ايه. دي بقى المشكله اللي انا وقعت فيها، بس معلش ايه سامحوني. فزي ما حضراتكم شايفين ازاي قدرت اوصل بالفيديو للنتائج الكويسه دي. فانصح حضراتكم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده باتباع النصائح اللي احنا قلناها النهارده، وان شاء الله ربنا هيوفقكم. لو عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات وان شاء الله هرد على حضراتكم. اخر حاجه معلش كمان عايز اوريكم التعليقات اللي جت على الفيديو والتفاعل اللي جه على الفيديو. انا مش عارف يعني، بصوا ادي كل دي تعليقات جت على الفيديو. خلي بالك التعليقات كمان من اكتر الحاجات اللي بتزود التفاعل. شايفين كل ده بيزود من نجاح الفيديو والتفاعلات. كل ما كنت انت صادق في المحتوى بتاعك، وكل ما كنت بتقدم المحتوى بجودة كويسة وبتقدم المحتوى للإفادة مش فقط للمصالح الشخصية، هتلاقي العائد من النجاح. ربنا يوفقكم جميعا. وزي ما قلت لكم لو في اي سؤال سيبوه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.